السلام عليكم. هذا فيديو خفيف ظريف على التضخم في المغرب والنقاش اللي كل مره كيرجع لحقاش كل واحد كيلغي بلغاه. في الاونه الاخيره وبالضبط منذ البدايه ديال هذه السنه 2023 شفنا مجموعه من الخرجات سواء ديال الحكومه او ديال المؤسسات ديال الدوله بحال المندوبيه الساميه للتخطيط او بنك المغرب كيهضروا على التضخم. خرج الناطق الرسمي باسم الحكومه وقال باللي التضخم اللي كيعاني منه المغرب حاليا هو تضخم مستورد. قالها هكا بكسر الراء والحال انه خاصو يقول مستورد بفتح الراء. لأن جزء كبير من هذا التضخم يجب أن نعترف بأنه مستورد مرتبط بمجموعة من المواد اللي لا دخل للإنتاج الوطني فيها. فكل هاد المؤشرات هذا كتعطي واحد المؤشرات إيجابية على أنه، وحتى التقرير اللي تكلمت عليه مؤخرا، واخا انا هذه القضيه ديال التقارير لا تستهويني كثيرا لان التقارير تختلف من حسب كل مؤسسه كيفاش كتشوف وكيفاش. ما علينا، الناطق الرسمي للحكومه ما فوتش الفرصه باش يخرج عينيه وينتقد التقرير ديال واحد المؤسسه كبيره جدا اللي عندها واحد الاستقلاليه في تدبير هذا الشان ديال الاحصائيات واللي هي المندوبيه الساميه للتخطيط. الناطق الرسمي قال باللي هاد التقارير لا تستهويني، زعما ان المندوبيه الساميه للتخطيط ما عندها معنى والاحصائيات ديالها نضربوا بها عرض الحائط. وفي هذا الصدد خاصنا نعرفوا اشنا هو الدور ديال هاد المندوبيه الساميه للتخطيط. المندوبيه الساميه للتخطيط هي المصدر الرئيسي والرسمي ديال الاحصائيات في المغرب، وسطروا مزيان على هذا الرسمي. هذه المندوبيه كيقودها مندوب سامي اللي كيعينوا جلاله الملك، رجعوا للمصدر الرسمي اللي قلت لكم وسطروا عليه. اذا الحكومه الا بغات تعرف شحال وصلوا بمعدل التضخم فخاصها تمشي عند المندوبيه الساميه للتخطيط لانها مديوره لهذه المهمه. اذا يجي واحد من الحكومه يقول لنا هذه التقارير لا تستهويني، غادي نقولوا ليه ومنين عرفتي باللي التضخم مستورد؟ قلتي مستورد بكل بساطه باش تبرر الفشل ديال الحكومه في التحكم في الاسعار. غادي نزيدوا نوحلوا ليه الرويد ونقولوا ليه باللي في الخطاب ديال جلاله الملك بمناسبه افتتاح الدوره الاولى من السنه التشريعيه الاولى من الولايه ديال هذه الحكومه قال: وبموازاة ذلك يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها. لهذا الغرض ندعو إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقويم. يعني ان الحكومه خاصها تنسق مع المندوبيه الساميه للتخطيط باش تبني السياسات التنمويه ديالها، وماشي اي تنسيق وانما تنسيق على اعلى مستوى، يعني تنسيق استراتيجي. نجيو لهذا التقرير ديال المندوبيه نشوفوا اش كيقول على التضخم. ففي موجز حول الظرفيه الاقتصاديه للفصل الاول من عام 2023 وتوقعات الفصل الثاني من 2023، المندوب السامي كيقول باللي الضغوط التضخميه غادي تبقى قويه مع ارتفاع مرتقب في اسعار الاستهلاك. ومنين جات هذه الضغوط المندوب كيقول ويرجع ذلك بالاساس الى تصاعد اسعار المواد الغذائيه بنسبه 18.2%، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر بزائد 3.5%. يعني المنتوجات اللي ساهمت بجزء كبير في التضخم اللي كنعيشوه هو الارتفاع ديال أسعار المواد الغذائية اللي تأثرت بالصعوبات اللي كتعلق بالإمدادات، وهذا عامل خارجي. وزاد باللي ستساهم كل من الخضرة والطازجة واللحوم والزيوت في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج، يعني الحبوب وعلف المشية إلى آخره. التحليل ديال الخطاب ديال المندوب السامي كيبين باللي التضخم اللي كيعيشوه المغاربة عنده جوج المصادر، داخلي وخارجي. داخلي حيت ندوى على ضعف الانتاج، وخارجي حيت تهضر على الامدادات وضعف التساقطات. واخا ضعف التساقطات ما خصناش نعتبروها عامل خارجي لانه ممكن نستثمروا في تحليه ماء البحر ولا نشوفوا حلول مبتكره باش ما نبقاوش نربطوا الفشل في تحقيق النمو بالشتاء. نمشيو دابا لبنك المغرب نشوفوا الروايه ديالو حتى هو التضخم، لا سيما انه دار واحد الاجراء مهم باش يحاربوا. بنك المغرب حتى هو كيعترف بحال المندوبيه الساميه للتخطيط باللي معدل التضخم ما عمره وصل لهذا المستوى منذ التسعينات، وباللي الاسباب اللي كانت موراه داخليه وخارجيه، ولكن هو كيقول باللي هذه الظروف الداخليه هي اللي مسيطره. البنك كيقول باللي الاسباب الداخليه كتمثل في تراجع العرض ديال المنتوجات الغذائيه اللي تاثرت بموجه البرد اللي كانت قبل، بالجفاف، بالغلاء اللي عرفته المواد الفلاحيه، والارتفاع ديال الطلب اللي سبق رمضان. قله العرض ديال المنتوجات الغذائيه هي اللي عطاتنا هذا التضخم، وكيبان من هذا الجدول. بنك المغرب وبناء على هذا التحليل قرر في 21 مارس من هذا العام على انه يرفع من معدل الفائده الرئيسي لو طو ديريكتور ب 50 نقطه باش يولي 3% عوض 2.5%. وهذا يعني ان البنك باغي يلجم او يحبس التضخم عبر اتباع اجراء
من اجراءات ديال السياسه النقديه، واللي هو الرفع من معدل الفائده. هذا الاجراء ديال الرفع من معدل الفائده كيبين باللي بنك المغرب كيشوف باللي التضخم داخلي، لان الرفع او الخفض ديال معدل الفائده ما غاديش ياثر على الاسعار ديال البترول في السوق الدوليه. بنك المغرب ماشي هو الاحتياطي الفيدرالي ديال الميريكان. كنشكركم، طلعوا فراسكم، السلام عليكم.